يا مدريد مالكم؟ ايه اللي حصل لكم؟ بس لو ما دخلناش في جوه الثمان مراكز الاوائل ده هيعمل لنا مشكله. الشهر ده هيبقى عندنا ماتشين زياده تشامبيونز، ماتشين زياده كاس غير ماتشات الدوري، وريال مدريد قاعد للدوري بس، فعادي جدا نخسر الصداره. لا حول ولا قوه الا بالله. اضرب كف بكف يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله. صعبانين عليا. عودة السبيشال وان جوزيه مورينيو يمثل بجثة ريال مدريد، ياخد التلاتة بونت، يتأهل. شوف بقى حوار الإشاعات بتاع بيريز إن هو عايزه يجي السنة الجاية، ده لو جه. هي إشاعات، مفيش حاجة مؤكدة لغاية دلوقتي. فعلا جوزيه مورينيو هو ده الفوتبول هيريتج. جوزيه مورينيو ادى مدريد علقة ورباهم في ملعب النور. الكبير كبير يا جدعان. الماتش من اول 20 دقيقه حرفيا كان مولع. بنفيكا لا هيبه مدريد ولا خايفه منها، بيلعبوهم راس براس، ما بيدافعوش، مش مركونين ورا، لا ضاغطين وهيلعبوا وهياخدوا الكوره وهيروحوا يجيبوا جوان. وده كان في اول 20 دقيقه. والله العظيم النتيجه كانت لازم تبقى 3-0. كورتوا شال كميه كور غير طبيعيه. بس هم ردوا بمين؟ بالحرامي كيليان امبابي. وحرامي هنا انا اقصد بشكل حلو، يعني مش شكل وحش. الواد ده كان بره اللعبه، مش موجود، الكادر مش جايبه. دخل اتسحب على طراطيف صوابعه جوه منطقه الجزاء، نتش الكرة بدماغه وجري. شكرا، ملوش دعوه. هو جاي يعبي هنا ارقام. وعلى فكره في حاجه غريبه كده انا شفتها. كيليان امبابي اكتر لعيب في الدوريات الخمسه الكبيره تحصل على ضربات جزاء. مش شاط، اتحصل، هو اللي دخل اتعمل عليه الفاول خد بيه ضربه جزاء. الواد ده صايع كوره قوي قوي قوي. بس الصراحه الجون كان عكس سير الماتش تماما. الجون جه ناتش. بنفيكا هي اللي مسيطره، بس اللعيبه بتاعتها كانت بتضيع كتير جدا. والتضييع الكتير ده انا عاذرهم فيه. ما هو برضه مش طبيعي تبقى بتلاعب ريال مدريد 15 دوري ابطال، تاني الدوري الاسباني وانت تالت الدوري البرتغالي، وتوصل وتعدي دفاعاتهم باتفه صوره ممكنه وتلاقي نفسك منفرد بكورتوا. اكيد هتتخض وتشوط الكره اي كلام. هم بصراحه كانوا مخضوضين ورهيبين الموقف قدام كورتوا بس، مش اكتر. باقي الملعب هم كانوا بيسرحوا فيه زي ما هم عايزين. من هنا انا حسيت ان بنفيكا ممكن تحبط. جون جه مفاجاه فيك وانت اللي مسيطر على الماتش، اكيد معنوياتك هتنزل. هنا يظهر مورينيو. دي عقليه مورينيو. اللعيبه داست بنزين اكتر، فرقوا اكتر، ضغطوا اكتر، راحوا جابوا جونين في اقل تقريبا من 9 دقايق، حاجه كده. وبالذات بقى الجون الاول فيهم، راؤول اسينسيو. ده ايه؟ ده مش مدافع. ده ما ينفعش يلعب في مدريد، ما ينفعش يلعب في اشبيليا، غرناطه، اوفيدو، اسماعيلي. ما ينفعش يروح الاسماعيلي. انت اتلميت مره، عملت تاكل، قمت هتلحقه، قمت نازل التاكل بوشك عشان الناس تضحك عليك اكتر. انت عبيط يالا. الجونين حرفيا كانوا لوح فنيه مرسومه، احلى من بعض بكتير، تتمزج وانت قاعد بتتفرج عليهم. خلصنا الشوط، رحنا الشوط التاني. بنفيكا رجعت تلعب لعب مورينيو. هقف ورا، هستقبل اللعب، هلعب على المرتدات. المفاجاه اللي هم لعبوا احلى من ما كانوا ضاغطين، وجابوا الجون التالت. بعد ما جابوا الجون التالت جت الكاميرا على كارفخال وهو في المدرجات، ابتدى يمسك كده الموبايل يبص ترتيب. ايه ده؟ ريال مدريد بقوا تاسع؟ يا نهار اسود. فاول ما كارفخال وقف على الخط ونادى على اللعيبه، الحرامي تاني يروح يسرق جون تاني لوحده، مجهود فردي بحت. جابوا جون عديها 58 تقريبا كده على ما اعتقد، 58. المهم لعيبه مدريد الباقيه ابتدوا يفوقوا امتى؟ عديها 60. ابتدوا يستغربوا كده في الملعب وبيبقى فيه جرينتا، احنا خسرانين يا جدعان، احنا خرجنا بره الثمانيه الاوائل، احنا هنروح في داهيه. في بقى واحد بالذات عايز اذكره، فيني جونيور. شبح، مش موجود طول الماتش. هو عمل كورتين في اول الماتش، اتعمل بلوك عليهم، ما شفتوش، ما حاولش على اي حاجه تاني. انا مش مشكلتي ان فيني بيلعب وحش، انا مشكلتي اللي فيني ابتدى يبهت على الفرقه،
انا شايف 11 فيني على ارض الملعب في التصرفات. تصرفات اللعيبه كلها بقت واخده اتيتيود فيني. دين هويسن كوره ملهاش اي لازمه، قطع الكوره خرجها بره، ماشي اديك بتخرج بره، راح الكوره اللي بتبقى محطوطه على الخط شاطها بعزم ما عنده، الحكم اداله انذار. انت عبيط، ما تسيبه يلعبها بسرعه، ما انت كده كده متنايل على عينك وخسران، تاخد انذارات ليه؟ تشاوميني اي احتكاك معاه، اي تدخل معاه في نص الملعب عند منطقه الجزاء في اي حته من الملعب، يتكفي على وشه ويقع ويفضل يصوت وهو على الارض زي فيني بالظبط. انا عايز انذار، انا عايز طرد، انا عايز اي حاجه، هاخد منك حاجه. اسينسيو لقطه ضربه الجزاء بتاعت الجون الثاني او الثالث، يعني مش متذكر قوي، تقريبا الثالث. انت مالك؟ انت لا في اللقطه ولا انت اللي بتتخانق رايح تزعق في وش الحكم يهبل؟ يعني انت ما كفكش العبط اللي انت عملته والزحلقه السحوله اللي انت اتعملتها دي، وتروح كمان تتخانق مع الحكم وتاخد انذار مالوش اي لازمه، واديك اتطردت في اخر الماتش. ورودريجو اللي نازل من على الدكه، انا جناح برازيلي جدا، انا فيني في نفسي، انا نازل اعمل مشاكل واخد انذارين في اخر 4 5 دقايق عشان اطرده حتى ما العبش في البلاي اوفس. هو انتوا اتعبطتوا؟ الفرقه كلها بقى وش فيني متاخد كوبي محطوط بيست على اللعيبه. نيجي بقى لاحلى مشهد في الماتش كله، ماستر سين الماتش. دي 94 مورينيو يهم كده من على الكرسي ويقوم يروح على الخط، نادي على الحارس يقول له اتفضل اطلع قدام، دي اخر كوره ثابته لينا، محتاجين جون عشان نتاهل. الحارس ما يخيبش ظنه، مشهد عظيم يرتقي فوق الجميع، وبدماغه يعلن عودة السبيشال وان على جثة مدريد. تهزيق تهزيق تهزيق، مدريد اتمسح بكرامته الأرض ومن مورينيو. هي دي الألعن، من مورينيو. وكورة، مش عبط، مش تحكيم، مش حظ. ولو انت مش مصدقني او مش مصدق عينيك، الاحصائيات ما بتكدبش. احصائيات الماتش بتقول مدريد استحوذ 67%، بنفيكا 33، اكس جي مدريد 1.5، اكس جي بنفيكا 3.4. دي حاجة. شوتس اون تارجت اللي اتشاطت ما بين الثلاث خشبات، مدريد 6، بنفيكا تتخيلوا كام؟ ضعف الرقم، 12 شوطة. انا صوت العارضة بتاعت مدريد في الشوط الاول كنت بسمعها اكتر من اي حاجة. بالنسبة للاصوات، بنفيكا طبعا لعبت ماتش عظيم عظيم عظيم، اللعيبه كانت رجاله، مورينيو عبقري، بس اللعيب رقم 12 في الملعب كان الجمهور بتاع بنفيكا. ملعب النور ما كانش بيهمد، صوت مزلزل من اول ثانيه لاخر ثانيه، بيضغطوا وصفافير وهتافات على اللعيبه، مالهمش فيه، هيكسبوا يعني هيكسبوا. ده غير الشماريخ طبعا والاجواء اللي كانوا بيعملوها في الاول. كان جمهور عظيم، تخيل ان انا بتفرج على التلفزيون سامع صوت الجمهور مغطي على المعلق، وده في التلفزيون، انت متخيل ده جوه الملعب كان عامل ازاي على اللعيبه؟ طيب انا قبل ما اتكلم في الماتش التاني، انا بشجع برشلونه من زمن الزمن، عدى عليا فترات سودة. في لحظه من الزمن الباك اليمين عندي كان شبيه عمرو نصوحي، مش عشان هو بيلعب حلو، ده عشان اخته هي اللي بتلعب حلو في فريق الستات. مقصودي من الليله دي ايه؟ اللي انا جايبها مع برشلونه من تحت قوي. انا اول مره في حياتي اتمنى ما ابقاش بشجع برشلونه، واتمنى ابقى متفرج عادي جدا. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان هانز فليك عامل لي سكرين شوت في مشاعري دلوقتي. انا مش فاهم، انا 5 دقايق ببقى عاجبني الفرقه، 5 دقايق بسيب للفرقه، 5 دقايق مش طايق الاداره، 5 دقايق مش طايق اللعيبه. انتوا مجانين. انا تعبت، انا نفسي ابقى مشجع عادي بتفرج على برشلونه، هبسط طالما ما بشجعش الفريق ده، هبسط بالماتش جدا. بس كده انا هيجرى لي حاجه. تربانه الدماغ دي جايه لي من الترند اللي طالع بقاله كام ماتش كده مع برشلونه. برشلونه بتطبق اللي بيحصل في فيفا على الحقيقه، كل جليتشات الفيفا برشلونه بتعملها. هيجي فيك جون في اول الماتش في اول دقيقه، هتروح تجيب جون، هيسنتروا يعملوا جليتش السنتره ويجيبوا فيك جون ويتعادلوا. لا، في ماتش تاني بقى السكريبت يقوم قافش معاك، انت مش هتكسب، العب اعمل امسك الكوره شوت مليون شوطه، انت كده كده خسران. اقسم بالله انا تعبت نفسيا، انا تعبت. بس الشهاده لله الراجل برضه معذور، ده مش خط دفاع يلعب بلديه المحله، اداء كارثي.
من اول الموسم مش النهارده. وكوندي ده ايه؟ انت ايه؟ انت عايز ايه؟ وايه اللي انت لابسه على وشك؟ انت مش شايف حاجه، انت مش شايفنا. ده شبيه أسقس، ده أسقس وهو عامل صعيدي في مسرح مصر. انت بتلعب كده ليه؟ مش ده بتاع السنه اللي فاتت. خط النص تمام، مش هقدر اقول له حاجه، اصل هيعمل ايه؟ بدري مصاب، جافي مصاب، ديونج موقوف، لعب اللي موجود. بس هو كان فيه غلطه صغيره، الغلطه اللي ايريك جارسيا هو اللي كان في خط النص. ما ينفعش في الماتش ده ايريك جارسيا اللي هو يبقى في خط النص. بس اللي عاجبني اللي هو الراجل ده ما بيتكبرش، ما بيقاوحش، هو عارف اللي هو غلط، دخل ما بين الشوطين صلح غلطه على طول، هو مش هيستنى. طلع ايريك جارسيا، نزل اخيرا مارك برنال، اللاعب اللي اتصاب السنه اللي فاتت، انا نفسي اشوفه من ساعتها. للي مش عارف مارك برنال ده عامل ازاي، ده هتلاقي حاجه كده سيرجيو بوسكيتس، رفيع نفس الانيميا الحاده، واقف في خط النص بيلعب على الواقف. ده مارك برنال. واول ما نزل كان تاثيره لحظي، قلب الماتش للناحيه الثانيه تماما. في بقى لعيب انا عايز اتكلم عليه ده لوحده، انا ما بحبوش، او بلاش ما بحبوش عشان ما افورش، انا مش متفق مع تصرفاته اللي بيعملها بره الملعب، لامين يامال. بس مش عارف انكر، انا مضطر اعترف، ده احسن لعيب موجود في الفرقه. هو العنصر الغريب، العنصر اكس اللي عندك اللي بيفتح لك الماتشات، هو اللي فتح الماتش على فكره. هو برضه لم 3 4 لوحده بالحارس واداها ليفا قدام الجون. خلاص شكرا، فتح الماتش. وهو بيعمل اللي عليه وزياده من ساعه كلاسيكو. يعني هو اتربى من بعد اللي حصل في كلاسيكو الدور الاول. بس ده بالنسبه لبرشلونه. انا بقى مش عايز اتكلم على برشلونه لوحدها، انا عايز اتكلم على الفرق الاسبانيه عموما، فتعالوا كده نتكلم شويه على فرق اسبانيا. طيب بالنسبه للانديه الاسبانيه، اقذر مستوى يتقدم من انديه في بطوله دوري الابطال. الحمد لله خير يا تيباس، وصلت للي انت عايزه، عملت تنافسيه، هو ده اللي كان نفسك فيه. هبطت مستوى كل الفرق الكبيره، خليتها بتلعب زي ريال اوفيدو اللي لسه صاعد وهيهبط. انديه تاريخيه زي اشبيليا، اتلتيكو مدريد، اتلتيكو بلباو، ريال بيتيس، ريال سوسيداد، انت بتدمرها، بتدمرها بقواعد اللعب المالي النظيف بتاعت اسبانيا والضرائب اللي انت قاعد بتفرضها. ده مش تنافسيه، انت بتنهي على حياه الانديه دي. نادي زي اشبيليا يبيع نص فرقته في اول الموسم عشان يعرف يسجل بقيه اللعيبه، والنهارده سيرجيو راموس يلم مستثمرين عشان يشتري النادي يحاول يلحقه. ريال سوسيداد، ريال بيتيس، اتلتيكو بلباو بقت انديه سوبر ماركت رسمي، بيشتروا لعيبه البواقي من الدوري الانجليزي، يعمل لهم اعاده تدوير، يحاول يطلعوا منهم حاجه عشان يبيعوهم تاني. والاكاديميات اللي عندهم منه، يعني اكاديميه كويسه، يطلع اللعيب اول ما يظهر يبقى فيه الرمق يبيعه وبسعر قذر، يعني يا ريتهم حتى بياخدوا فلوس تساعدهم. انا مش فاهم انت بتعمل ايه. انا اول مره واخر مره في حياتي هتفق مع باريس في حاجه، اللي انت خافيرتي بس لازم تمشي من الرابطه، او الرابطه دي كلها لازم تتحل، ويجي حد بيفهم يحاول يسوق للدوري ده ويرجعه تاني. لان كده كلها سنتين ثلاثه والدوري الاسباني ده هيقلب دوري الفلاحين بتاع فرنسا اللي احنا كنا بنتريق عليه. تمام. ويعني المحصله النهائيه او النتيجه النهائيه من الموضوع ده ايه؟ اتلتيكو بلباو وصل اللي هو بيخسر من سبورتنج لشبونه، اللي بيخش 8 بسبب الماتش ده، بيخش في الثمانيه الاوائل في التشامبيونز. اتلتيكو مدريد بيخسر من بودو جليمت، وانا بودو جليمت دي انا ما بقتش فاهمها، انا عايز اعمل لها حلقه لوحدها افهم الفرقه دي طلعت منين ولا بتعمل ايه. كان في مين تاني؟ في مين تاني خامسهم؟ فياريال. وفياريال برضو مستوى مزري طول الادوار، ما عملتش اي حاجه، ما جاتش. ومدريد حدث ولا حرج، اديك شايف. فما بقاش غير برشلونة بظروفه وقرفه واللي هو فيه، هو آخر الرجال المحترمين في أسبانيا. نيجي بقى لفرق إنجلترا، الفرق اللي احترمت نفسها. هنبدأ بقى على سكور. ليفربول 6-0. أرسنال لعبت إيه ده؟ مين خيرت ده؟ 3-2 قدام خيرت، ما اعرفش مين خيرت ده. تشيلسي 3-2 قدام نابولي، والماتش ده كان حلو قوي. آخر واحد فيهم، لا مش آخر واحد، سوري، السيتي 2-0 قدام جالاتا سراي. الماتش بقى الاحلى اللي انا اتفرجت عليه واللي انا كنت ناوي اتفرج عليه من الاول، باريس ونيوكاسل. انا هنا هتكلم عن الماتش ده لوحده، النتيجه خلصت تعادل 1-1. نيوكاسل احترمت نفسها، احترمت نفسها بمعنى ايه؟ لعبت على قدها وعلى قد امكانياتها. رجعوا رصوا ورا، استقبلوا لعب وبقوا بيلعبوا على المرتدات والكره الثابته اللي بيعرفوا يلعبوه، لعب انجليزي صرف. طب باريس اللي كانت مسيطره، اللعيبه فيها حاجه غلط.
لعيبه باريس ابتدت تستعبط. حكيمي من ساعه ما رجع من البطوله مش حكيمي. وديمبلي البالون دور حبيبي، هو ده ديمبلي اللي انا اعرفه. نيجس من يومك غبي قاعد بيشوط باليمين والشمال في العرض. هو ده اللهبل اللي انا اعرفه. ده لا ياخد بيست ولا بالون دور ولا يعدي من قدامهم. ده هو ده اخره تمامه. ده بتاع برشلونه، ده هيتصاب بقى ان شاء الله قبل الدور الجاي ويقول لك خلاص هو في المستشفى 3 4 شهور. فالماتش ده ما كانش فيه كلام كتير قوي غير ان هو اللعيبه بتاعت باريس بتلعب على القد قوي. الله اعلم هيعملوا ترانزيشن زي السنه اللي فاتت ويتحولوا ولا لا. نيوكاسل هتكمل في البطوله بس اخرها الدور الجاي، مش هتعدي اكتر من الدور الجاي. باقي فرق انجلترا يعني لو مشينا على المنطق ارسنال هو اللي هيكمل، الباقي الله اعلم. طيب بالنسبه بقى لفرق الملحق البلاي اوفس، احنا هنقول كده بس كده على السريع ايه الماتشات اللي ممكن تتلعب، لان لسه القرعه هتتعمل بكره ان شاء الله يوم الجمعه. عندنا باريس ونيوكاسل، واحد فيهم هيلاعب موناكو والتاني هيلاعب كاراباغ. يوفنتوس اتلتيكو مدريد، واحد هيلاعب كلوب روج والتاني هيلاعب جالاتا سراي. انتر وريال مدريد، واحد هيلاعب بنفيكا والتاني هيلاعب بودو جليمت. بنفيكا تاني؟ يعني ربنا اداك فرصه تنتقم. دول هم اللي هينتقموا. انت عبيط بقى، اعمل لك ايه. المهم الاخير اتلانتا وليفركوزن، واحد هيلاعب بروسيا والتاني هيلاعب اولمبياكوس. فشكله هيبقى بلاي اوفس سخن كده. وعامة انا معجب قوي بنظام دوري الابطال. النظام الجديد احلى بكتير قوي من القديم. يعني زي حاجات كتير اعترضنا عليها وكنا شايفينها في الاول هتبقى وحشه، بس هي اثبتت ان هي حلوه. فاتمنى ان انتوا تستمتعوا بالبطوله، ونتقابل ان شاء الله بعد اول ماتشات البلاي اوفس. سلام.